كولر جاهزون لمواجهة صن داونز والخبرة لا ترجح كفة الأهلي. قال مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إن الفريق استعد بشكل جيد لمباراة صن داونز التي سوف تقام مساء غدا على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد مساء اليوم: أمامنا مباراة صعبة غدا أمام فريق قوي وهو صن داونز الجنوب أفريقي. لدينا ميزة أن المباراة على ملعبنا ونسعى لتحقيق الفوز. صن داونز لديه خبرات كبيرة. وردا على مؤثرة عن نقص خبرات لاعبي صن داونز علق كولر قائلا: صن داونز خاض لقاءين في دوري المجموعات حتى الآن ولديه خبرات كبيرة من خلال مشاركاته السابقة في دوري أبطال أفريقيا، والنادي يحافظ على القوام الأساسي للفريق منذ فترة. ووصل حديثه كولر: عنصر الخبرة قد يكون فارق في أحداث المباريات ولكنه لا يرجح كفة فريق دائما. وفيما يتعلق بموقف المجموعة الثانية، قال كولر إن الأهلي ما زال أمامه 5 مباريات في دور المجموعات ونسعى للفوز بها. واختتم المدير الفني حديثه قائلا: بالنسبة للأهلي هدفنا التركيز في مباراة الغد وأن نحقق هدفنا من المباراة وهو الفوز. ويقع النادي الأهلي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بجانب صن داونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني. الأهلي كان قد خسر المباراة الماضية أمام الهلال السوداني بهدف نظيف على ملعب الجوهرة الزرقاء. كولر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة ثلاثي صن داونز قبل مواجهة الغد. حذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من خطورة بعض لاعبي فريق صن داونز الجنوب أفريقي قبل موقعة الغد. وقال مصدر من داخل الأهلي إن مارسيل كولر عقد محاضرة فنية مع لاعبيه حذرهم من قوة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في نسخته الحالية. وأكد كولر حذر لاعبيه من الثلاثي سيمبا زواني وسيرينو وكاسيوس ميلولا، وخاصة الأخير الذي نجح في تسجيل هدفين في مباراة القطن الكاميروني بالجولة الثانية لدور المجموعات. وأضاف المصدر أن المدير الفني شهد تسجيلا لآخر مباراتين خاضهما الفريق أمام صن داونز في النسخة الماضية والتي خسر فيها المارد الأحمر المباراتين ذهابا بالقاهرة وإيابا في جنوب أفريقيا بهدف نظيف. وطلب اللاعبين أن يضعوا كامل تركيزهم في المباراة لتجنب الخسارة في موقعة الغد والتي قد تهدد فرصهم في التأهل لربع النهائي. وأوضح أيضا المصدر أن كولر أبلغ اللعيبة بأنه لن يسمح بأي نتيجة في مواجهة غدا أمام صن داونز سوى الفوز وحصد النقاط الثلاثة لاستعادة المسار مرة أخرى في دور المجموعات، خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الهلال السوداني.